كمان كان في مجموعة تانية زي اللي شفتوها كده في المترو بتمارس هذا يعني النكد على الشعب المصري، ودول اللي تظاهروا قدام قصر القبة. ويعني ما زال العنوان ان كده مر 100 يوم يعني على فض البؤر الإرهابية في رابعة والنهضة. لو رحنا شوية بعيد عن هذا المشهد، عايزة أخدكم الحقيقة لمشهد أنا بتصور أنه له دلالة بعلاقته بالحكومة. الحقيقة أن امبارح كان في ظهور لافت لمستشارة الرئيس المعزول محمد مرسي السيدة بكينام الشرقاوي، اللي مفروض أن هي دكتورة في جامعة القاهرة، وكانت بتقود مظاهرة لجزء من أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة. كان معاها ضمن هذه المظاهرة أميمة مصطفى وسيف الدين عبد الفتاح المستشار الشريك لها مع الرئيس المعزول، وكانوا بيقودوا مسيرة لطلاب الإخوان قدام قبة جامعة القاهرة، واللون الأصفر واضح طبعا، ويعني المسألة واضحة قدامكم. آدي سيف عبد الفتاح وادي بكينام الشرقاوي. وأنا هنا سؤالي هو المجلس الأعلى للجامعات بيعمل إيه؟ هل احنا قانون العمل في الجامعات بيسمح بتسييس الجامعة بداية من أساتذة الجامعة؟ وهنا السؤال الأخطر، شعور الأسر المصرية اللي ما تقدرش تودي ولادها يتعلموا في جامعات أجنبية للتكلفة الباهظة، هل هم مضطرين إن ولادهم يتعلموا على أيدي أساتذة من هذا النوع بيعملوا استقطاب داخل المجتمع المصري؟ هل وصل بينا الحد من القبح والبجاحة إن يعني يكون من حقنا السيطرة على العقول بهذه الطريقة وبهذا الفخر؟ الحقيقة السؤال ده للدكتور جابر جاد نصار. أنا عايز أعرف هو إيه الصلاحيات الممنوحة لحضرتك، وفين المجلس الأعلى للجامعات، وفين الوزير نفسه المسؤول عن هذه الجامعات، لما تبقى جامعة عين شمس وجامعة القاهرة دول درر الجامعات المصرية المملوكة للدولة، يكون هو ده أداء الأساتذة فيها؟ فهل من المتوقع إن احنا نلاقي الطلبة أدائهم مختلف؟ وهل من المتوقع إن أنا يعني ألاقي المواطن اللي بينتمي لهذا التيار لما يدخل المواصلة العامة اللي زي مترو الأنفاق ويعلي صوته ويزعج المواطنين الآخرين، هو ده المكان الأمثل إن الناس تشتغل فيه؟ أنا هنا محتاجة أفهم، هل اللي حصل مع لاعب زي لاعب الكونغ فو ولا زي لاعب النادي الأهلي ده يؤاخذ، وهؤلاء الأساتذة من أساتذة الجامعات صاحبي تأسيس العقول المصرية لا يؤاخذون؟ ما هو ده كمان ازدواجية في أداء الدولة مش مفهوم. وزير الرياضة يحيل ناس ويسحب منها جوائز ويعني يرفض هذا السلوك وهذا التسييس، واحنا في الجامعة نلاقي النوع ده من الأساتذة اللي أولادنا بيبقوا تحت إيديهم. المسألة خطيرة تستحق إن احنا نعرف بعض التفاصيل الحقيقة لو كانت متاحة. والأهم يا ريت الناس دي تبقى عارفة، الناس دي المقصود بيها الدكتور جابر نصار وسيادة الوزير، الناس دي عارفة كويس قوي ان الفرز شغال، وان المواطن المصري بيراقب عن قرب أداء كل شخص من اللي موجودين على مسرح السياسة في مصر الآن، واللي مش هيعرف يؤدي ما يريده وينفذ إرادة هذا الشعب مش هيكون له مكان في اللي جاي. الناس دي على وعي بده ولا الناس دي ملتبسة ليه؟ ما أنا عايز أعرف، هو من حق وزير الرياضة يعاقب ومش من حق وزير التعليم؟ ولا وزير التعليم ايه حسبته علشان مش عارف يخلي الجامعات ده مش من حق حد؟ انا ما بوديش ابني يتعلم علشان اي حد، لا ليبرالي ولا يساري ولا تأسلم سياسي، مش من حق حد يشتري دماغه، من حقه يعلمه منهج فقط، وهو بنفسه هذا الطالب إذا تعلم البحث وتعلم علم هو اللي هيجد طريقه وينتمي لما ينتمي إليه ويدفع ثمن للي بينتمي إليه. ده اللي معمول بيه في كل جامعات الدنيا. لكن المشهد اللي موجود في جامعة القاهرة عار، ومشهد جامعة عين شمس عار أكتر لما طلبة كلية الهندسة يبقى الأساتذة فيهم هم اللي بيعطلوا الامتحان مقابل طلبة عايزين تمتحن ومش عايزين السنة تضيع عليهم. يبقى احنا في مأساة. أنا عايز أعرف فين مجلس الأعلى للجامعات؟ عايز أعرف أكتر من كده، هو فين وزير التعليم؟ هي القصة ماشية إزاي يعني؟